في 3 سموم، هي مش شبه السموم اللي ممكن تتشرب، ولكن هما 3 سموم ممكن يكونوا بيدمروا حياتك بشكل خفي من غير ما انت تكون عارف، وهم جوهر كل معاناة بشرية. ودول اتكلم عنهم كاتب ياباني في كتاب اسمه فن الحياة البسيطة. وأول سم فيهم وهو الطمع. الطمع ده رغبة زيادة عند الإنسان في إنه دايما عايز أكتر، كل ما يحصل على حاجة دايما عايز المزيد منها، سواء فلوس أو سلطة أو ممتلكات أو أي حاجة. ودايما الشخص الطماع ما بيكتفيش أبدا باللي عنده وبيبقى عايز أكتر، حتى لو على حساب أخلاقه ومبادئه. فهي أنانية بتبقى عند الشخص ممكن تاخده لطريق هلاكه، وبتخرب علاقاته في كل مكان. ومهما الشخص الطماع ده حصل على حاجات في الحياة، مش هيحس بشعور الرضا عن الحياة طول ما هو هدفه المزيد والمزيد والمزيد. وخليك عارف ان في فرق بين الطمع والطموح. ومعنى انك تكون شخص طموح هو انك بتسعى نجاح وبيكون عندك قناعة ورضا وانت بتسعى للنجاح ده. انما معنى انك تكون شخص طماع هو انك عايز دايما اكتر واكتر واكتر، حتى لو كان اللي انت عايزه ده على حساب اخلاقك ومبادئك، او على حساب الناس اللي حواليك بانك تستغلهم. فدي الانانية في ابهى صورها. يعني مثلا راجل طموح عنده شركة وعايز يطورها، فهو بيسعى انه يطورها بكل طريقة عادلة ما تجيش على حساب الناس اللي شغالة معاه في الشركة. انما لو كان الراجل ده طماع فممكن جدا انه يطور من شركته دي على حساب العمال اللي شغالين معاه. فالشخص الطماع ما بيحسش دايما بالرضا مهما امتلك من حاجات، بيبقى دايما عايز المزيد، وده بيخلق عنده شعور دايما بالنقص، وده بيخليه ما يبقاش راضي عن حياته خالص. طيب لو عندك السم الاول ده اللي هو الطمع، عشان تتخلص منه بطريقة بسيطة خليك عارف ان مش القصد من الكلام اللي انا قلته ده انك تعيش فقير، ولكن القصد هو انك تتعلم تستمتع بالحياة من غير ما تبقى عبد لرغباتك، او رغبتك تخليك تعمل شيء غير اخلاقي عشان توصل لها. وتبقى عارف برضو ان السعادة مش في الاخذ وبس، ولكن في العطاء برضو. فتعلم انك تعطي لو انت دايما متعود انك عايز اكتر واكتر واكتر. وتاني سم وهو الغضب. والغضب هو انفعال طبيعي عادي جدا عندنا كلنا، بنحس بيه لما نحس بتهديد او ظلم او استفزاز. وفي الحالات دي بيبقى في شخصين بيتعاملوا مع نفس الغضب بطريقة مختلفة. عندك شخص بيستخدم الغضب ده بطريقة إيجابية ما تأثرش على علاقاته أو عليه هو شخصيا، وشخص تاني بيستخدم الغضب بطريقة سلبية ممكن تخليه يخسر علاقاته أو توصله إنه يتخانق مع الشخص اللي بيتكلم معاه عشان حاجة بسيطة ما تستاهلش كل ده. في حاجات ممكن توصلك للغضب ده لو انت بطبيعتك شخص ما بتغضبش كتير، زي قلة النوم ممكن تخليك مش عارف تتحكم في انفعالاتك، والجوع برضه بيخليك شخص عصبي احيانا. وفي غضب بيجي من المؤثرات اللي هي اللي بره، زي شخص استفزك او ظلمك. فالغضب مشكلة كبيرة ممكن عشان حاجة بسيطة يخليك تخرب كل علاقاتك وتخسر صحابك او شغلك. فازاي تعرف تتحكم في غضبك؟ اول حاجة انك تعرف ايه الحاجات اللي بتوصلك للغضب وتحاول تتجنبها او تتعامل معاها بطريقة افضل. طيب لو انت تعرضت لحاجة من الحاجات اللي بتخليك تغضب وخلاص هتنفجر في اللي قدامك، حاول تأجل رد فعلك في الوقت ده لحد ما تهدى، عشان ما توصلش انك تضرب اللي قدامك بحاجة ممكن تقتله. وربنا في الناس اللي بيحبهم ذكر النوع ده من الناس، وهم الكاظمين الغيظ. فالغضب شعور طبيعي عندنا كلنا مش هنعرف نتجنبه، وبيبقى مشكلة لما بيخرج عن سيطرته. فالمفتاح هنا هو انك تعرف تتعامل معاه بطريقة ايجابية وافضل من الاول. وتالت سم هو سم خطير جدا وهو الجهل. واول ما تسمع ان الشخص ده جاهل هتقول انه يبقى الشخص ده ما عندوش معرفة ولا بيعرف يقرأ ولا يكتب. والجهل مش مجرد ان الشخص ده مش عارف حقيقة الحاجات او المعلومة الصح، ده بيبقى برضه انه ما بيبقاش عنده القدرة انه يفكر وانه ياخد قرار مبني على منطق وعلم. ومن الاسباب اللي بتؤدي للجهل زي عدم البحث والمعرفة، في ناس بتفضل انها تفضل في الكومفورت زون بتاعتها وما تحاولش انها تتعلم حاجة جديدة، وده سبب من اسباب الجهل. والسبب التاني هو ان الشخص يبقى مغرور ويبقى فاكر نفسه ان هو عارف كل حاجة. فلما الشخص يبقى معتقد ان هو يعرف كل حاجة، فهنا بيرفض يتعلم او يسمع حتى لحد. والجهل ده ليه تأثير كبير على الشخص وتأثيراته خطيرة جدا. ممكن يخليه ياخد قرار صحي غلط يتسبب في وفاته، او قرار مالي يخسره فلوسه كلها لو هو ما عندوش علم بالاستثمار. طيب ازاي تتغلب على الجهل؟ مبدئيا كده اي حاجة مش فاهم فيها او ما عنديش معلومة عنها بخاطرش وامشي من دماغي واتعلم من غيري. من اقوى الحاجات اللي تساعد الشخص انه يتغلب على الجهل ده هو التعلم الذاتي، قراءة او انك تبحث بنفسك. حاليا احنا نقدر نوصل لكم كبير من المعلومات اجدادنا زمان ما كانوش يقدروا يوصلوا له. انت حاليا وانت قاعد في مكانك حرفيا معاك موسوعة كبيرة من المعلومات والكتب الالكترونية، فدي فرصة كبيرة.
وبكده نكون وصلنا للنهاية. فلو استفدت بقى حاجة من الفيديو ما تنساش تضغط لايك وتشترك في القناة، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.